سفينة أمريكية اسمها ماري سيليست اشتهرت على مستوى العالم إن هي مصدر شؤم ونحس على أي حد اشتراها، ومفيش قبطان حاول إن هو يبحر بالسفينة دي إلا لما كانت نهايته نهاية مأساوية. منهم اللي مات ومنهم اللي جاله أمراض مستعصية، وأشخاص منهم اختفت بصورة غامضة من غير أي أثر ليهم. ولحد النهاردة محدش يعرف إيه هو سر السفينة الملعونة دي. كفاية كده مقدمة، وتعال أحكي لك القصة بالتفصيل وبشكل مختصر، وبعتذر جدا لو طولت عليكم في أجزاء سلسلة الغموض. في سنة 1872 أبحرت السفينة ماري سيليست، وكان خط سيرها من نيويورك ومتجهة لإيطاليا. المهم كان عليها 1700 برميل من الكحول، وبيقود السفينة القبطان بنيامين ومجموعة من أكفأ الناس حرفيا في عالم البحار. السفينة ما وصلتش في ميعاد الرحلة المقرر ليها. وقتها خرجت مجموعة من السفن للبحث عنها في كل مكان. محدش ابدا قادر يجمع مكانها، ومحدش لسه عارف هل هي اتخطفت ولا غرقت ولا ايه اللي حصل معاها بالظبط. الغريب هنا ان طاقم السفينة كلهم اصحاب خبرة في الرحلات البحرية، يعني السفينة ذات نفسها لو عطلت هيقدروا يصلحوها ويكملوا طريقهم. وحتى البوصلة لو عطلت منهم سهل جدا يحددوا المسار اللي هم هيمشوا فيه. وغير ده كله السفينة كان موجود فيها وقود يكفي الرحلة، يعني ذهاب وعودة. وعلشان خاطر الأفكار دي كلها فالكل كان هيتجنن وعايز يعرف ايه اللي حصل للسفينة والطاقم اللي كان عليها. المهم السفينة كانت ظهرت مرة تانية بعد حوالي شهر ونص من اختفائها الغامض، واللي اكتشفها قبطان اسمه ديفيد، وده كان صديق مقرب من القبطان بنيامين. ساعتها كان في رحلة في المحيط ومتجه للبرتغال. واحد من الطاقم اللي معاه التمح سفينة مجهولة على بعد حوالي 5 كيلومتر من السفينة بتاعتهم. شافها في المنظار ولاحظ ان حركتها كانت غريبة جدا، عمالة يعني تترنح يمين وشمال مع حركة الموج. والكلام ده بيدل ان مفيش حد بيقود السفينة دي من اساسه، من الاخر يعني سايبة نفسها مع حركة المية. وقتها بلغ القبطان ديفيد بالاحداث اللي هو شافها، وساعتها كلهم اتجهوا ناحية السفينة دي علشان يعرفوا ايه اللي حصل مع الطاقم بتاعها. ربما يعني يكونوا محتاجين مساعدة او فرقة انقاذ. اول ما وصلوا عندها اكتشفوا ان دي السفينة ماري سيليست اللي الكل بيدور عليها بقاله فترة. ولما دخل ديفيد جواها هو ومجموعة من الافراد اللي كانوا معاه، لاحظوا ان مفيش حد موجود عليها نهائي. الحمولة زي ما هي وسترات النجاة موجودة مكانها، ومفيش اي اعطال ابدا فيها، يعني كل الامور كانت كويسة جدا. لكن الطاقم اللي عليها اللي هو القبطان بنيامين والناس اللي كانت معاه فين؟ محدش قادر يعرف ابدا فين مكانهم وايه اللي حصل معاهم. ولو افترضنا ان في عصابة من القراصنة بتوع البحر هم اللي خطفوا الناس دي ذات نفسها، فكان من باب اولى يعني ان هم يخطفوا الحمولة اللي عليها ويسيبوا الناس دي. وده كان اهم سؤال محير القبطان ديفيد هو وكل البحارة اللي كانوا معاه. ولو افترضنا مثلا ان طاقم السفينة ماري كلهم هربوا، طب ليه ما خدوش معاهم سترات النجاة وسابوها في اماكنها؟ على كل حال واحد منهم ركب السفينة ماري سيليست ورجع بيها تاني لامريكا علشان خاطر المحكمة تحقق في قضيتها. وقتها القاضي ما صدقش الكلام او الاحداث اللي فاتت دي كلها، واتهم القبطان ديفيد ان هو اللي اتخلص من صديقه القبطان بنيامين هو وكل الناس اللي كانت معاه، واعتقد ان السبب هو خلاف شخصي ما بينهم محدش يعرفه ابدا. لكن بعد التحقيق اكتر في القضية كان تم الافراج خلاص عن القبطان ديفيد لعدم كفاية الادلة، او بمعنى اصح مفيش دليل قاطع يقول ان هو اللي عمل كده. وفي النهاية القضية اتقفلت ضد مجهول، وفضل لغز اختفاء طاقم السفينة ماري سيليست لغز غامض لحد يومنا النهاردة. واخر حاجة هنحكيها دلوقتي هي نبذة عن تاريخ السفينة ذات نفسها وليه الكل بيعتبرها ملعونة. اول واحد اشتراها كان اسمه القبطان ماكلاي. وقتها ابنه روبرت اللي كان عمره 30 سنة طلب من والده ان هو لازم يكون اول شخص يقود السفينة بعد تصنيعها. واثناء الرحلة دي كان جاله مرض في الرئة وتوفى على السفينة وكان لوحده. ولما القبطان ماكلاي أبحر بالسفينة تاني رحلة كان اتصدم بقارب صيد، وفي تالت رحلة ليه كان اتصدم بسفينة تانية. انت متخيل الأحداث دي؟ يعني السفينة ماري بتسيب الوسع كله في المحيط وبتروح تعمل حوادث وكأن الدنيا ضاقت بيها مثلا. وفي رابع رحلة للقبطان ماكلاي كانت هبة عاصفة شديدة خلت السفينة تعطل بيه في المية. وقتها حس ان السفينة دي مصدر شؤم ونحس عليه، وافتكر كمان الأحداث اللي حصلت لابنه في أول رحلة طلعها. وساعتها قرر ان هو لازم يبيعها قبل ما تحصل له حاجة وحشة او نهايته يعني تكون على ايديها. وقتها كان باعها لواحد امريكي لان هو اصلا كان من كندا. المهم في اول رحلة للشخص الامريكي ده كان لاحظ ان السفينة انحدرت عن مسارها تماما، يعني هو كان ماشي في المسار الصحيح لكنه اكتشف ان هو في دولة تانية خالص.
وهو ده اللي كان هيجننه، خصوصا يعني انه كان ماشي على البوصلة بطريقة صحيحة. ساعتها افتكر كل الاحداث اللي حصلت مع القبطان ماكلاي هو وابنه، وحتى هو ذات نفسه اعتبر ان السفينة دي ملعونة ومصدر شؤم عليه، وفي النهاية قرر ان هو يخلص منها قبل ما السفينة دي تجيب اجله. وفضلت السفينة تتباع من شخص للتاني، وكل واحد منهم تحصل معاه أحداث غريبة، لحد ما في النهاية وصلت للقبطان بنيامين اللي احنا حكينا قصته في الأول. ولحد هنا الفيديو انتهى. لو عجبك اضغط لايك واشترك في القناة وتابع كل جديد أنا بقدمه. ما تنساش أهم حاجة رأيك في التعليقات، لأنه بيفرق معايا جدا. وآخر حاجة بس شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك وأقدر أستمر معاك الفترة اللي جاية. سلام.